قد ساروا في قافلة بطريق الكورنيش بين العوانة وزيامة منصورية ضمن حملة لتحسيس مستعملي الطريق بالسلامة المرورية ولفت الانتباه لإرهاب الطرقات الذي أصبح السبب الأكثر فتكا بحياة الجزائريين. صالح أميرة. من أجل دخول اجتماعي بدون حوادث، شعار لقافلة تحسيسية للسلامة المرورية جابت الكورنيش الجيجلي بدرت إليها جمعية الرؤية للتنمية ورعاية الشباب والطفولة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وجمعية شبانية لتحسيس السائقين بخطر الطريق. الهدف منها وهو التواصل المباشر مع مختلف مستعملي الطريق من أجل تحسيسهم بحوادث المرور. المرور هي المسؤولة الوحيدة على تنظيم المرور والوقاية من حوادث المرور، وإنما جميع المتدخلين، تضافر جميع المتدخلين هو الذي يؤدي بنا إلى الوقاية من حوادث المرور. أطفال مدارس وإطارات ومتقاعدون شاركوا في القافلة التي تتزامن والدخول الاجتماعي. يوم تحسيسي باش نعلموا الناس باللي هذا اليوم الناس تمشي بالعقل وتوله من الحوادث وما ديرش سرعه سيرتو في المنطقه كما هذه. يعني تحسيسيه باش ننبهوا خاصه الشباب المتهور اللي حياتهم راهي كما نقولوها بالعاميه راهي في اللعب. وعلى طول 10 كيلومترات توقفت القافلة في عدة نقاط احتك فيها الأطفال بالسائقين في مشهد بريء كان بمثابة رجاء لإنهاء مجازر الطرقات. حين نمشيو ونوزعوا هادو المنشورات الفلاير على الناس باش نحسوهم بأهمية احترام قوانين المرور، هكذا بالك نقدروا نقصوا شوية من الحوادث المرور. خاصة بعد الطريق الوطني رقم 43 فيه منعرجات يعني خطيرة، ونتمناو من كل السواق يقوموا بنفس الدور. هي قافلة على طريق طالما حصد في جزئه هذا العشرات من الأرواح في السنوات الأخيرة، لتبقى المسؤولية على عاتق الجميع للتأسيس لثقافة مرورية وحدها الكفيلة بتخفيف فاتورة إرهاب الطرقات. نظمت جمعية النخبة الوطنية للعلوم الطبية قرية للكشف عن داء السكر